مساء الفل. أنا حسن رضوان، مدرب شخصي معتمد من ISSA، ومعايا شهادات كتير من ال ISSA، وبقالي بدرب تقريبا في الجيم أكتر من 7 8 سنين. عايز النهاردة أبدأ معاكم كده سلسلة فيديوهات. حابب أتكلم معاكم عن الناس، بالذات الناس اللي هي لسه بادئة في الجيم، ازاي تبدأ، خايفين من الجيم، مش عارفين يبدأوا ازاي، يعملوا ايه بالظبط. فحابب أبدأ معاكم كده من موضوع يمكن مفيش ناس كتير قوي بدأت تتكلم فيه. انا عارف ان اوريدي ناس كتير قوي اتكلمت في توبكس كتير جدا من كل الكباتن المحترمين طبعا اللي اتكلموا على السوشيال ميديا عامة. بس حاسس ان هو في ناس كتير ما بدأتش مع الناس اللي اوريدي لسه مش فاهمين حاجة في الجيم. معظم الناس بتتكلم على التوبكس والحاجات الكريتيكال، الحاجات اللي فعلا بتبقى الناس مش فاهمة اوريدي هي تفرق بينها ازاي، حاجات زي السبلمنتيشنز والستيرويدز والحاجات دي كلها. بس ما حدش، يمكن ناس كتير بتتكلم على الناس البيجنرز اللي لسه اوريدي مش فاهمين اصلا يبداوا الجيم ازاي، او ليه اصلا يبداوا الجيم. هي دي المشكله، في ناس كتير قوي بتبقى مش عارفه حتى تبدا ليه، او ايه السبب اصلا ان تبدا الجيم عشانه، اشمعنى الرياضه دي عامه. خلينا بس متفقين ان الجيم بالمفهوم الجيم عامه هو داخل في كل الرياضات، فسواء انت عامه بتلعب رياضه تانية او ما بتلعبش اي رياضه، هو حاجه اساسيه عامه عشان اوريدي تبقى مور هيلثي، تبقى صحتك احسن، تبقى الدورة الدموية عندك شغالة كويس اكتر. حتى هتضيع معاك امراض كتير كان ممكن تجيلك، ممكن ما تجيلكش بسبب انك اوريدي بتحرك الدورة الدموية، وضخ الدم بيكون كويس، قلبك بيكون كويس، التنفس بتاعك بيكون كويس. حاجات كتير قوي ممكن تتظبط في الجيم، بخلاف اللي هو متعارف عليه ان احنا بنروح الجيم عامة عشان نعمل عضلات، نظبط الجسم، نظبط الشيب، نخس دهون، نزيد كتلة عضلية. ده عامة المتعارف عليه. زائد ده انت اوريدي محتاج ان صحتك نفسها من جوه تبقى كويسة. فخلينا كده نبدأ الموضوع، ستيب باي ستيب، وخلينا نبدا نمشي الموضوع كله، بيبي ستيبس، زي ما بيقولوا. ان احنا ليه الشخص عامه يروح الجيم، زي ما اتكلمنا ان هو في عامه كذا كاتيجوري. ان هو في الجيم عامه ممكن حد اوريدي يكون رايح الجيم عشان اوريدي، او عايز يروح الجيم اوريدي عشان الهدف الاكتر شعبيه في الجيم عامه ان هو يحسن من شكل جسمه، دي بترجع ان ممكن يكون هو رفيع وعايز يزود كتله عضليه، او عايز يبقى شكله احسن، عايز يزيد في الوزن. ممكن يبقى مليان شويه وعايز اوريدي يلوز فات، او ممكن يبقى اوريدي هو شخص عايز يعمل حاجه اسمها بادي ريكومبوزيشن، هو ميزانه مظبوط بس شكله مش حلو، فعايز يحسن القصه دي ممكن تبقى توبكس عندنا، مواضيع نتكلم فيها كتير تانية. بس انا هديكوا في الاول كده، اول فيديو ليا ده، حابب ان انا اديكوا شوية الخلاصة، او ان انا اوريدي استارت بس ازاي. بعد كده ممكن نتكلم في كل الحاجات دي. كذا او تاني موضوع ممكن الناس بتروح الجيم ليه، او تاني هدف عامة الناس بتروح الجيم ليه، ممكن يكون ان هو بيلعب رياضة تانية جنب الجيم، وحابب ان هو يكون احسن في رياضته. هو مش فارق معاه ان هو يبقى احسن فورمه ويطلع عضلات ويعمل، او مش فاهم في الشارع ده خالص. هو الفكره كلها ان هو حابب يبقى احسن في الجيم في رياضته التانية عامه، فالجيم هيظبط له حاجه زي دي، فهو رايح الجيم عشان يعمل قصه زي دي. في عامة اللي بيروح الجيم بقى بس عشان صحته الجسمانية من جوه، بس اللي هو رايح يلعب كارديو مثلا، يشغل شوية عضلات في جسمه بس عشان يبقى صحيا احسن. هو مش عايز عضلات، مش عايز يعمل شيء، مش عايز مش ما بيلعبش رياضة تانية، ما بيعملش اي حاجة، وبس يروح الجيم عشان صحيا يبقى احسن. طيب خلينا متفقين ان الثلاثة دول، او الثلاث شخصيات المختلفة اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، كلهم محتاجين ان هو يعرفوا ازاي يبدأوا اصلا الجيم. طيب انا دلوقتي حد عايز، بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اروح ابدا جيم. ايه المطلوب او ايه اللي انا المفروض اعمله؟ رقم واحد ان انا اكون جاهز، لان انا اكون فعلا عايز اعمل خطوه زي دي، ان انا اوريدي هبذل فيها مجهود شويه، مش اللي هو انا رايح بلاي ستيشن، مش اللي هو انا رايح اعمل حاجه اوريدي واعملها وخلاص ايا كانت تيجي، او تاديه واجب، اللي هو زي مثلا كاني رايح الكليه او رايح المدرسه عايز اخلص وخلاص عشان اخلص من السنه الدراسيه دي عشان ابقى فاضي دماغي. لا، هو انت هنا رايح بمزاجك ولمزاجك عشان تبقى احسن بقى
في ايا كان زي ما اتكلمنا ان هو ممكن يكون اي سبب بالنسبه لك هو الاحسن بالنسبه لك، بس احنا بنتكلم ان هو لازم تكون عندك القدره في الاول ان انت تكون عايز فعلا تغير شويه معتقدات عندك 100% هي غلط. بس طبيعي ان انت عشان ده بالنسبه لك حاجه جديده انت لسه اول مره تروحها، فانت في الاول هتكون ايه ده، هو انا المفروض اعمل ده؟ انت في حاجات كتير قوي هتتعلمها وهتفهمها وواحده واحده هتكتسبها، بس انت محتاج اوريدي في الاول انك تكون عندك بس المينتاليتي انك عايز تغير ده او عايز تفهم ده. انا دايما هريكومند ان انت اول ما تروح الجيم عشان تتمرن حاول تتعلم من كوتش او تتمرن مع كوتش. ممكن في ناس كتير ما عندهاش القدرة المادية ان هي تبقى تتمرن مع كوتش برايفت او تتمرن اونلاين مع كوتش يوصل لها المعلومات اللي هي عايزها. انا بريكومند طبعا لو انت قادر تعمل حاجه زي دي، هو الكوتش طبعا هيوصلك للمسافه اللي انت عايز توصلها، هيوصلك اسرع عشان الخبره الاكسبيرينس اللي عنده. ايا كان الكوتش ده الاكسبيرينس اللي عنده قد ايه، هو اكيد عنده اكسبيرينس اكتر منك، فهيوصلك لاول مرحله او تاني مرحله او تالت مرحله انت عايز توصلها اسرع من ان انت كنت هتوصلها. لو انت هتوصل من حته لحته وليكن في 3 شهور، هو ممكن يوصلك في شهر. فانت بتسبق الوقت وبتخلي جسمك دايما احسن، عشان اوريدي انت بتتلاشى الاخطاء اللي هو اصلا عملها لما كان بيبدا، وهيقول لك ما تعملش ده عشان ده بيعمل غلط كذا انا وقعت فيه فما تعملش الحركه دي. ده اللي انت اوريدي هتدفع فيه اكسترا ماني، فلوس زياده للكوتش ده عشان يديهولك سواء هنا او هنا. انا بفضل ايه اكتر؟ بفضل الوان اون وان كوتش اكتر. الشخص التمرين اللي موجود في الجيم، الكوتش اللي موجود في الجيم قدامي فيزيكال قدامي بيعرف يعدل لي كل البوزيشنز بتاعتي وانا بتمرن، هيقول لي اعمل كام عده، كام مجموعه، الوزن قد ايه، هيعرف يكنترول سواء ان انا اوريدي كوعي فوق كوعي تحت، ريست ايدي عمل الحركه الفلانيه، مفصل ركبتي اتحرك بشكل معين، الهاب جوينت لف مش عارف ايه. كل القصص دي الكوتش الوان هو اللي قادر يعملها، مش الكوتش الاونلاين. كوتش الاونلاين ما هو الا هيظبط لك الدايت بلان بتاعك، هيظبط لك تمرين هيديهولك. طبعا هو مش هيبقى قادر يكنترول بقى ولا اوزانك ولا التكنيك بتاعك ولا التيمبو بتاعك، مش هيبقى قادر يكنترول كل القصص دي. فهو اوريدي بس هيديك الستبس اللي انت تمشي عليها وانت بقى وشطارتك. طيب انا اوريدي لو مش قادر ولا اوريدي اتمرن مع كوتش اونلاين ولا اتمرن وان اون وان كوتش مع كوتش في الجيم، كده خلاص مش هروح الجيم؟ لا طبعا هتقدر تروح الجيم وهتقدر تتمرن وهتقدر تعمل حاجه برضو. لو انت اوريدي ما عندكش القدره الماديه دي عادي جدا، كلنا يعتبر بدأنا زمان. انا بادئ جيم يمكن مش عارف، يمكن 2003 2004 2005 في الرينج ده يعني. كان عندي تقريبا ساعتها 9 سنين 10 سنين، كان اول مره اروح الجيم ساعتها. طبعا ما كانش في حاجه اصلا ساعتها اسمها اونلاين كوتش، ما كانش في حاجه اسمها طبعا ساعتها حتى برايفت كوتش يكون واقف في الكوتش او في الجيم معانا. والجيم عامه اللي انا بدات فيه كان جيم بلدي، جيم عادي ما فيهوش غير دمبل وبار وما فيهوش ماشينز كتير خالص. بدات واتمرنت وعرفت اتمرن. طبعا مش هقول لك ان ما كانش في اخطاء، لا كان في اخطاء وكان في حاجات كتير جدا كانت بتحصل، بس طبعا ما كانش فيه اوريدي كوتش، كان كوتش واحد بس هو صاحب المكان نفسه، هو اللي قاعد هو اللي بيكنترول كل الناس. فطبعا ده كان كارثه يعني، اللي هو ما كانش قادر اكيد يعمل كل حاجه زي دي. طبعا المعلومات كانت مختلفه زمان، ما كانش في كميه المعلومات اللي موجوده دلوقتي، ما كانش في كميه النولج ده. فطبعا دي كانت كل ده حصل اخطاء زمان يعني. لكن دلوقتي الموضوع طبعا اتغير كتير. دلوقتي انت قادر تخش الجيم هتلاقي كوتش واثنين وثلاثه موجودين في الفلور اللي انت اوريدي بتتمرن فيه، واحد كوتش واثنين وثلاثه قادرين ان هو يساعدوك. من واجب الكوتش، عشان تبقى برضه في ناس كتير مش فاهمه القصه دي، الكوتش ملزوم ان هو يفهمك ويعرفك حتى لو انت اوريدي ما بتتمرنش معاه برايفت عادي. هو دي شغلته، ده جزء من شغله ان هو يوجهك ويفهمك الصح من الغلط، ولو سألته على اي حاجة هو هيفيدك. طبعا انا عارف ان في كوتشز كتير هي بس بتشتغل برايفت، هو غير كده هو مش هيشتغل، هو مش هيقولك اي حاجة. وفي كوتشز كتير انا واحد منهم، وفي ناس كتير زيي بيحاولوا ان هم يوصلوا المعلومات اللي انت عايزها هو اكتر من غير ما تكون بتتمرن معاه برايفت، مجرد انك تساله بس على حاجه. بس خليكوا فاهمين ان زي ما انت بتبقى محرج ان هو تروح للكوتش وتقول له كوتش هو كذا 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 بيتعمل ازاي، او انا اعمل ايه عشان اعمل كذا 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 كذا، عشان انت فاكر ان هو انا مش بتمرن معاه برايفت فانا اوريدي مش المفروض ما اسالهوش. هو نفسه الكوتش
ما بيكونش عايز يبقى متطفل، ان في ناس كتير ما بتحبش ان حد يعدل عليهم، وما بتحبش ان كوتش يخش يقول لها انت بتعمل ده ليه وبتعمل ده غلط. فممكن كوتشز كتير يبقى عايز يساعدك بس انت حتى مش مديله الفرصه لده، عشان انت ما رحتش سالته، انت ما رحتش قلت له يا كوتش انا عندي حاجه معينه عايزك تساعدني فيها. جربوا تسالوا الكوتشز دي، انا عايز حاجه معينه، ايه رايك يا كوتش في ده، ايه رايك في ده، ايه رايك في ده. صدقني هيبتدي الكوتشز هتبتدي تساعدكم. فخلينا كده نرتب افكارنا تاني. رقم واحد، انا هروح الجيم لسه في الاول، هعمل ايه بعد ما